السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما ننسوش الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كمان ما ننسوش ندعو لاخواتنا المستضعفين في كل بقاع العالم، اللهم انصرهم واجبرهم جبر يتعجب به اهل السماء واهل الارض يا رب العالمين. حبايبي متابعين المحترمين، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس للكل علشان يوصلكم مني كل جديد. كمان منسوش ندعو لاخواتنا في غزه دعوه 40 غريب مستجابه في ظهر الغيب، ان ربنا ينصرهم ويجبرهم جبر تتعجب به اهل السماء واهل الارض يا رب العالمين. كمان منسوش تدعوا البابا واموات المسلمين اجمعين، اللهم ارحمهم واغفر لهم وسامحهم واجعل لهم قبرهم روضه من رياض الجنه يا رب العالمين. كمان ندعو لماما مريم ان ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، وتعمل العملية بتاعتها وترجع لنا مجبورة الخاطر. ربنا يكبر خاطر ساسو يا رب، جبر تتعجب بيه أهل السماء وأهل الأرض، وعوض عليها يا رب عوض الصابرين، ويرزقها الذرية الصالحة يا رب العالمين. ربنا يشفي كل مريض يا جماعة بيتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت يا الله. يلا حبايبي حطوا لايكاتكم تعليقاتكم الجميلة كده، ويلا بينا نتكلم النهاردة عن حمدي وتبريره ان مراته خلعت الطرحه، وبيقول لك ان هي دي ذكاء اصطناعي. يا جماعه ده ذكاء اصطناعي، احنا بيضحك علينا يعني. ونشوفوا رد وفاء على المتابعين، بجد كان اقذر ردته في حياتي، وشفت ناس بتحب بالشكل ده. وكمان هنتكلم على ام جنى وهجومها على القنوات وهجومها على المتابعين. من اين لك هذا يا ام جنى؟ هنتكلم في كذا موضوع، بس هنتكلم عن في الموضوع الاولاني كده على موضوع زاهية. طبعا كلنا شفنا الشورتس اللي هي نزلته، اللي هي بتتكلم بقى على امي، ان فينك يا امي، وانك انت. شفنا التعليقات كتيره جدا جدا تحت الفيديو، وابرز التعليقات كلهم شغال بيقولوا ان احنا كنا عارفينك، انك انت كنت بره بامك، وانت الوحيده اللي امك كانت بتحبك، وانت الوحيده اللي امك كانت على طول بتدعي لك، وانت الوحيده اللي امك كانت بتطبطب عليكي، وانت اللي دايما كنت بتقفي جنب امك، وانت اللي كنت لو وديتها عمره، وانت المهم حاجات كتيره جدا جدا. منهم تعليق واحده كاتبالها: يا ريت ما تخليش ابنك محمد يظهر مع طارق، علشان دي مش حاجه مشرفه لابنك انه طارق يظهر معاه. طبعا التعليق ده انا هجاوب عليه، بس في البداية كده هتكلم على حوار طبعا زاهية والكلام اللي هي بتقوله. اولا يا جماعة، مهما كان الام تمام، واحنا شفنا الست حلمية وشفنا معاها، لان كان في تعليق بيقول لها ان هي كانت غضبانة، ماتت وكانت غضبانة على حلمية. عاوزة اقول لها اولا، انت كنتي داخلة في حياة الست وشفتيها هي ماتت، كانت غضبانة على الست حلمية؟ عشان تعرفي بس يا زاهية ان فرق المتابعين بتوعك وفرق متابعين الست حلمية، وفرق كلامك انت مع المتابعين وفرق كلام الست حلمية. هقولك الفرق. يعني انت شفت التعليقات كلها تمام، ما ردتيش على اي كومنت، ما ردتيش على التعليق اللي حتة اني اختك امك ميتة ومش راضية عنها، ما ردتيش على التعليق اللي بيقول التعليقات اللي بتقول ان هي انت اكتر واحده من اخواتك كانت راضيه عنك، وكانت بتديك، وكانت بتعملك، وكانت بتسويلك، والكلام ده كله. ما شفناش منك رد. اولا الصلح يا زاهيه، لما حصل الصلح متابعينك اغلبيتهم ما كانوش راضيين على الصلح. ليه بقى؟ عشان تعرفي فرق كبير بين متابعين الست حلميه المحترمين وبين متابعينك اللي هم فعلا الا ما رحم ربي فيهم، عشان الا ما رحم ربي فيهم. اولا في الشوتس اللي انت كنت بتعمليه ده، انت كنت طالعه بتتكلمي على وجع ابنك يوسف وعلى الكلام اللي طلع عليه. بصي يا زاهيه، ما احنا قلتها لك وهقولها لك تاني مره واتنين وتلاته: اوعي تفكري ان بني ادم بيوجع واحد ولا بيقول كلمة تضايقه ولا بيقول كلمة تحرق دمه غير لما ربنا بيردها لك. وانتي سبيتي بنت حلمية بما فيه الكفاية، واتكلمتي على كل الناس بما فيه الكفاية، وسبيتي حمادة وسبيتي بنات وسبيتوا كله ما خليتيش حد غير لما سبيته واتكلمت عليه. وبرضه بنتي لبنى وبرضه كله ما خليتيش حد. فانت قال لك ايه؟ ربنا لازم يدوقك من نفس الكاس مهما كان هو واد. حصل والله ما حصلش اللي حصل، بس انت دقتي من نفس الكاس وعرفتي الوجع عامل ازاي. طبعا والفيديو اللي انت طالعه بيه بقى عامله لنفسك انت بتعيطي وبتتنحنحي. ما هو انا مش هروح اعمل شيرتش عشان خاطر اعيط واطلع اعيط عشان خاطر المتابعين يطلعوا يطبطبوا عليا. ما هو كان اغلبيتهم اللي كانوا يطبطب عليك، واغلبيتهم كانوا كلهم محملين المسؤوليه لاخواتك. يعني انت كده بتضر الناس اللي حواليكي، برضو ما بتنفعيهمش. يعني كلهم شغالين يقول لك اخواتك وحشين، واخواتك اصلا معاملتهم وحشه، وهم اخواتك كلهم اصلا بيحب الفلوس. بص، هم كلهم في قلب بعض بيحب الفلوس. اقسم بالله اقسم بالله، انا لحد وقتنا هذا ما شفت حد يعني بيشكر
يعني نفسه بنفسه غير الست حلمية، وبترضى باللي ربنا عطاهولها. وبعد منها لبنى بصراحة، عشان الواحد ما يقولش أي حاجة، إن هي برضو ما بتطلعش تقول لحد اديني، ولا بتطلع على حد عشان خاطر حد يديها فلوس، ولا الكلام ده كله. كلمة الحق تتقال، تمام. لكن بعد كده بالعكس، كلكم عندكم استعداد ان كنتوا تعلقوا المشانق لبعض، والمهم ان كنتوا تاخدوا فلوس. وزي ما شفنا عبرة، بما ان شفنا حمادة وهناء عاملين ازاي، وشفنا برضو قبل كده اسمها هي دي حنان وبنتها كانوا عاملين ازاي. يعني كلكم الا ما رحم ربي، الا ما رحم ربي فيكم، انتوا عندكم استعداد تاكلوا بعض وتنهشوا بعض علشان خاطر الفلوس، تمام. لكن تعالي بقى نشوف الست حلمية ومتابعين الست حلمية. قالت يا جماعة أنا مش عاوزة حد يتكلم عن أختي، ودي أختي وأنا اللي غلطت في حقها وخلاص، وأن المفروض إن أنا الكبيرة، المفروض ما أقولش كده وما أعملش كده. شفت الست حلمية متابعينها كلهم بما اكملهم بيقولوا له احنا عارفينك يا طارق انك انت بتحب محمد، وانك انت بتحبه جدا وما عندكش استعداد تتخلى عن محمد، فخليك من ورا الكاميرا انت ومحمد عيشوا حياتكم زي ما انتوا عاوزين. لكن احنا رافضين حتة التصوير، وكمان مش كله بيقول رافضين، يعني ناس بسيطة بتقول ان هي رافضة حتة التصوير عشان ما يحصلش مشاكل. بيقولوا علشان ما يحصلش مشاكل، مش عاوزين مشاكل ومش عاوزين حوارات. لكن طلعوا فتحوا بث مباشر، احنا كلنا اعترضنا، لان هو احنا مش عاوزين الصد والرد، مش عشان خاطر ان هو محمد محمد ابن زاهية هو اللي طالع معاه، بنسى اسم ابوه بصراحة، محمد ابن زاهية طالع معاه ولا الكلام ده. لا، احنا بنقوله من حقه انه اللايف ده كان طلع من عند زاهية، لان الكلام ده بنتكلم عليه علشان ابن زاهية برضه، علشان ايه ابن زاهية. فالمفروض اللايف ده كان طلع من قناته، يعني المفروض زي ما هو انت خايفة على قناتك وابنك خايفة على قناته، طارق لازم يخاف على قناته. وكل الناس قالوا له يا طارق ان الكلام اللي انت قلته ده والكلام اللي طالع تقوله ده يا طارق، ما المحلاوي قالوا والمحلاوي بينوا، مش محتاجين انك انت تطلع تتكلم. ايه المفروض اللي يطلع يتكلم محمد مش انت، عشان ده اخوه، وانت تسنده في الكلام. لو كان فيه اي كلمة كده رايحة ولا جاية انتوا تسندوا بيها. لكن اللي انت عملته، الكومنت اللي انت كان المفروض شفتيه مكتوب عندك، احنا بيجينا اشعار بالكومنتات، اي كومنت بيجينا اشعار بيه. كان رديتي على صاحبة الكومنت وكان قلت له لا، الاتنين اخوات، مش حاجة اسمها ما يشرفوش. ليه يا اختي؟ ماله طارق ناقص رجل ولا ناقص ايد ولا ناقص ايه؟ ده الله اكبر عنده دماغ توزن 10 زي محمد عبد المجيد، يعني توزن 10 من محمد عبد المجيد. بالعكس الله اكبر عليه في تصويره وشغل قناته، وما شاء الله شغال على عربيته، وعربيته اللي هي كل الناس هتموت منها ومفروسة منها من الست حلمية، ان ربنا كرمها ومعها عربية. فانت المفروض كانت تردي عليهم. بدأوا بعد كده بنبص نلاقي التعليقات بتتحذف، بعدها بشوية التعليقات بتتحذف. انت بدل ما انت تحذفي التعليق، انت تخشي تكتبي وتقولي لها لا بعد اذنك احنا خلاص اتصالحنا والمواضيع دي خلصت، مفيش اي حاجة، وانتوا لو حابين لي الخير مش حدش هيجي يكتب لي كومنت زي كده، ومحدش هيجي يكتب لي كومنت ملهوش لازمة ممكن يعمل مشكلة علشان خاطر. لكن محمد وطارق اخوات وهم ورا الكاميرا، ملكيش دعوة بيهم اساسا، وموضوع وانتهى خلاص. ده هو المفروض الصلح. لكن احنا شفتي بقى انت تعليقات اللي عندك بتبقى جديد، خشي شوفي عند الست حلمية تعليق يخص محمد ابنك، خشي شوفي عند الست حلمية تعليق يخصك ولا يخص اي حد، عشان تعرفي فرق المتابع اللي هو اساسا حابب الخير. الست حلمية بيحبوها بكل تصرفاتها، بيحبوها غلبة مغلوبة مظلومة مش مظلومة، بيحبوها بكل تفاصيلها، بيحبوا كل حاجة فيها، بيحبوا كل بساطتها وكل طريقتها وكل كلامها. على الأقل حتى لو غلطت بيطلعوا لها مبرر لغلطها. لكن احنا نقول كلمة الحق، الست ما قالتش حاجة في حق أي حد ولا غلطت في أي حق. بالعكس احنا دايما بنشوف الست حلمية دايما الناس جاية عليها وحاطة عليها، وده دليل اهو. حتى انت يعني لما حب حمادة يجيب لك حق
ياخد حقه منك يا زاهية، راح معلق شمعته على حلمية الأول علشان يعرف يخش لك انت بطريقتك، ما قدرش يتواجه معاكي من وجه لوجه. يعني ارحموا الست حلمية وارحموا أولادها بجد يعني، ومتابعينك دول إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي، من ناقص من الحوارات والكلام اللي ملهوش لازمة اللي انتوا بتطلعوا تتكلموا فيه وبتقولوه. خلاص، هما ناس اصطلحوا مع بعض، خلاص اتقوا الله. زي ما انتوا كده بتخشوا كنتوا تقولوا لنا اتقوا الله، احنا بقى من هنا اللي بنقول لكم اتقوا الله. يا اختي والله العظيم، والله العظيم انا بشوف طارق دماغه توزن بلد اكتر من محمد عبد المجيد 100,000 مرة، مش مرة واحدة. على فكرة يا جماعة، مش دايما التعليم هو اللي بيخلي شغل الدماغ. عليا النعمة، في واحد جاهل ملهوش لازمة، وفي واحد واخد كلية تلاقيه في شغله الجاهل ده أحسن من اللي واخد كلية، وبيشغل اللي واخد كلية كمان، وبيبقى تفكيره أحسن من تفكير اللي واخد الكلية. تمام؟ فانت يا زاهية بلاش تنزلي الشرطسات ملهاش لازمة. وحتة امك كانت بره بيكي ومش بره بحلمية، وكانت بره بيكي ومش بره وانت كنت بره بيها وبحلمية كانش بره بيها، احنا شفنا بعينينا، وحتى شفناها لما كانت مريضة وشرطس موجود عندك انتي او موجود عند حلمية بالظبط. الفيديو مش فاكرة، مش متذكراه، وسمعت الفيديو ده من قريب. كنت بعد يعني وفاة مامتكم كنتوا بتتكلموا في الموضوع ده، وكنتوا في مطبخ مصطفى، وكنت بتقول وقتها حلمية بتقول ان حنان هي اللي كانت قاعدة مع عمي، وهي اللي كانت تبات معاها على طول، واحنا اللي كنا نروح ونيجوا عليها ونبدل عليها. يعني انت ما كنتش قاعدة وشايلاها، ما كنتش قاعدة في وقت مرضها وكنت شايلاها، لا كمان انت يوم ما توفت ما كانش كملت حاجة، رحت وعملت قرص وعملت بسكوت وعشت حياتك وكنت بتوضبي في بيتك. لا يا ربي، لما كانت بتموت يعتبر في الفترات الأخيرة كنت بتوضبي في حاجات في بيتك وعادي جدا، وهي لما توفت رحت عملت بسكوت ورحت عملت حاجات، والحياة ايزي معاكي، والدنيا كانت مية مية والحياة ما كانتش وحشة يعني، والدنيا كانت ماشية معاكي. لكن معلش يعني، ما تجيش تتكلمي فين الحزن اللي انت حزنتيه على امك لما انت عملت بسكوت وعشت حياتك عادي جدا وكملت توضيب في بيتك؟ ففين الحزن اللي انت كنت حزناناها على امك يعني؟ معلش، وفين المبرة بتاعتك اللي انت بتتكلميها؟ ده الواحد عدى على ابوه 7 شهور ولا 8 شهور، مش هاين عليه يخلع الاسود، وكل الناس شغاله تقول تقنعني ان انا اخلع اسود، واقول لهم يا جماعه انا ماليش مزاج اخلع الاسود، والحزن جوه القلب. ولا لحد وقتنا هذا لو اشتغلت اي حاجه في البيت كده ولا عدت مرحله كده اقول لا، انا ابويا متوفي، انا لسه حياتي، انا لسه حزني عليه. لكن احنا شفناكي، وكمان لو انت مش مقتنع باللي احنا بنقوله، فيديوهاتك تشهد عليكي، يعني فيديوهاتك تشهد عليكي. فبجد بجد يعني اتمنى يعني من كل قلبي يعني بلاش تعليقات ملهاش لازمه، بلاش تعليقات توقع الناس في بعضيها. انت شايفه المتابع اللي هو فعلا حقيقي ما بيتقيش الله وما بيخافش ربنا، يمشي متابع يجي 100,000 متابع على الاقل يتقي الله، على الاقل شفتي فرق السما فرق السما من الارض من متابعين الست حلميه، الا ومتابعينك الا ما رحم ربي. علشان الواحد ما في ناس كتير كويسه، في منهم ناس كتير جدا بتخش له وتكتب لي تعليقات وتتناقش معايا في التعليق بأدب واحترام، إلا ما رحم ربي فيهم. لكن فيهم استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، ما معهمش غير الداعية، وما معهمش غير السب، ما معهمش غير الكلام اللي ما بيخافوش الله. واللي ما بيخافش الله لازم تخاف منه، لازم تخاف منه. فانت كان في فرض عليك يا زاهية، كان قلتي للتعليق ده لو سمحتوا يا جماعة، طارق ومحمد خلاص اخوات، الموضوع خلص وانتهى واصطلحوا مع بعض. وحقيقي خلف الصورة وخلف الكاميرا محمد وطارق ماشيين مع بعض في كل مكان، وبيروحوا مع بعض في كل مكان، ومفيش فرق بينهم ما بين بعض، وبيتعاملوا عادي جدا مع بعض. وعاوزة ارجع اقول لكم تاني، قسما بالله دماغ طارق توزن بلد وبيفكر بدماغه. وفي المواقف اللي مر بيها طارق الفترة اللي مر بيها دي، لو كان محمد بنسى اسمه أبوه محمد عبد المجيد، مش عارفة ليه مصممة انه يعني محمد عبد الغني، مش فاهمها ليه محمد عبد المجيد. قسما بالله العظيم ما كان قدر يمر زي ما طارق مر، لان محمد عبد المجيد
انا بحسه ان هو طري، يعني بحسه نايتي بصراحة، يعني هقول الحقيقة بحس انه مش ما بيتكلمش كلمتين اصلا على بعضهم، يعني ما بحسش ان هو راجل يعني. انا مش عايزه اغلط في الراجل يعني، لان انا بصراحه يعني هو زي ابني، فما بقللش من قيمته، والله ما بقلل من قيمته، بس انا بحسه هو كده شخصيه كده، او مش شخصيه مش اجتماعيه. لكن طارق زي ما بنشوفه كده بيطلع يتكلم، اي نعم انا ضد طارق وضد طلعاته وضد فتحات لايفات وضد الكلام ده كله، وانا اللي بقولها والله اكبر انت الكبير يا رب. يا طارق بعد اذنك يا ريت ابعد عن قناة امك، وابعد عن الصد والرد، وارحمنا بصراحة. وكل الناس بتقولك ان شاء الله يا رب اللي على منصة اليوتيوب كلهم يخلعوا هدومهم ويطلعوا كده، قول لهم والله كأني ما شايفكم ولا عارفكم، ولا تطلع تصد ولا تطلع ترد. الله يهديك على حالك يا ابني، لاني فعلا بجد الامور بقت صعبة جدا، والوضع اللي احنا شايفينه على المنصة ده يعني بجد الواحد حزين على اللي هو بيشوفه، حقيقي الواحد اللي هو بيشوفه حزين. تعالى يا جماعة نروح نشوفوا سمورة العمدة. احنا دايما يا جماعة انا كواحدة صعيدية بعرف ان القيم والمبادئ والاخلاق ما بتتجزأش، ما بتنفعش تبقى جزئين. يعني عندك مبدأ يبقى انت عندك مبدأ، ما عندكش مبدأ يبقى ما عندكش مبدأ. يعني ان انا ينفع ان انا اطلع واحد على منصتي ولا معايا ولا في شاتي ويغلط في الناس، ويغلط في السعوديين، ويغلط في المصريين، ويغلط في ام فالح والكلام ده كله؟ ازاي ده؟ ازاي ده؟ وايه الكلام اللي بيقولوه على الست ام فالح ان قال ايه؟ بتطلع الناس تروح تعمل عمره عشان تروح تعمل استغفر الله العظيم حاجات في ايه الناس الكفر دي؟ ايه الناس اليهود دي؟ ايه الناس اللي لا عندها مبادئ ولا اخلاق ولا احترام؟ انت ازاي واحدة صعيدية، وازاي بيتقال عليك انك انت فعلا صعيدية، وازاي بتتكلمي بالطريقة دي، وازاي تخلي واحد تسمحي الواحد ان يغلط؟ طبعا في اخواتنا السعوديين طبعا زي ما يغلط فيهم كأنهم غلط فينا احنا، وكمان في نفس الوقت ازاي تسمحي الواحد يغلط في المصريين وانت قاعدة جدا؟ وازاي تسمحي الواحد زي كده اساسا هو اساسا ما ينتملناش من اي حاجة عشان خاطر يطلع ويتكلم بالطريقة دي؟ راجل ملهوش مبدأ، راجل ما عندهوش مبدأ ولا عنده احترام لأي بني آدم على وش الدنيا. بجد الواحد بيشوف حاجات زي كده يعني بيحزن من اللي هو بيشوفه. ايه ناس ده؟ الناس سعرت خلاص، والفلوس خلاص سعرتها وهوستها وخلاص، بيجي ما عندهمش مبدأ، ما عندهمش ضمير. الناس ما بقيش عندها ضمير، الناس بيجي تبيع ضميرها وتبيع مبدأها عشان الفلوس. وبعدين معلش سؤال بس، ام فالح عملت لكم ايه عشان تطلعوا تتكلموا عليها؟ واقسم بالله شهادة اعتز بيها ان الست دي سفيرة نوايا حسنة. ام فالح دي ست محترمة، وست يجازيها كل الله خير، والست تتشال على الراس. مش عاوزة اقول لي قولة انت اللي نكسة يا قولة، الكلام اللي انت بتقوليه على ام فالح انت اللي ينطبق عليك الكلام ده بكل تصرفاته. على الاقل هي ست محترمة، على الاقل ما بتطلعش تشد في حد ولا تتكلم في شرف حد ولا بتغلط في حد. بجد انتوا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. بجد ليها كل الاحترام والتقدير للست ام فالح، ولاخواتنا السعوديين ليهم الاحترام والتقدير ويتشالوا على راسنا. واحنا كمصريين بنحب كل دول العرب، بنحبهم كلهم وبنحترمهم، وكلهم اخواتنا وكلهم حبايبنا، ودايما هنبقى سند وظهر لبعض في كل بلد مهما كنا. في بلد ايه؟ احنا في الاول والاخر عرب، وبيجمعنا شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يقول له، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل بني ادم مفتري ظالم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. تعالوا بقى نروح لمين؟ لام جنى. ام جنى اللي طلعت وفعلا حقيقي تعدت الحدود بما فيها الكفايه صراحه. طالعه بقى بصي فاتحه علينا بس مباشر بقى وشغاله، يا هو إيه اللي من اين لك هذا، وهو انتوا مستكترين عليا، وانتوا بتبصوا في حاجتي وبتبصوا في حياتي وبتبصوا في مين يا ست الحاجة انتي؟ ليه يا ام جنى؟ احنا كلنا شغالين على اليوتيوب والله يا حبيبتي، احنا كلنا شغالين على اليوتيوب. احنا مشاهداتنا مش زي مشاهداتك، هقولك ماشي، هقولك مشاهداتك تجيب لك شقة، تجيب لك عربية، تجيب لك شقتين، مفيش مشكلة. لكن مشاهداتك على اليوتيوب ولا على التيك توك وعلى الفيسبوك وكل الكلام ده كله مش هيجيب لك فيلا ب7 8 مليون، مش هيجيب لك
عمارة بكم مليون، مش هيجيب لك شقة واتنين وتلاتة، مش هيجيب لك عربية وعربيتين، مش هيجيب لك كل الحاجات اللي انت فيها دي، مش هيخليكي تخرجي وتعملي. احنا شايفين جوزك واولادك كلهم قاعدين جنبك في البيت، يعني مفيش دخل اساسا بيجيلك ولا اي حاجة. بقينا في علامات استفهام يا ام جنى، من اين لك هذا؟ وكل الكلام ده كله منين؟ وكل الحاجات اللي احنا شايفينها معاكي دي كلها برضو منين؟ هنقولك محسوب، نيجي نحسب لك دخلك كل سنة كل شهر هيبقى كام؟ يعني بيخش لك 3 4 مليون؟ ما حصلش. هيخش لك كام يعني يا ام جنى عشان تجيبي كل الحاجات دي؟ وغير ما بتقولي ان في حاجات انا اساسا ما بظهرهاش، وفي حاجات ان انا اساسا ما ببينهاش، وفي حاجات ان انا ما بقولش عليها. يعني انت عندك كتير، ما فيش عندك دخل غير هو اليوتيوب او التيك توك او المنصات اللي على المواقع. فكل ده من ايه؟ منين؟ بدل ما انت تطلعي وتقولي ان احنا عنا في الحاجه، انتوا شغالين تنبروا عليا انا واولادي ومش حاسدين. هنحسدك على ايه يا ست؟ هنحسدك على ايه يا ست؟ ربنا يوسعها عليك وربنا يكرمك انت واحنا وكل الناس، ربنا يرزق الناس كلها. بس ايوه لما نشوفوا حاجات زياده عن اللازم، طفحه زياده عن اللازم يا ام جنى، يبقى منين؟ يبقى من اين لك هذا؟ يبقى علامات الاستفهام في كذا قناه كده موجوده على المنصه عليهم علامات استفهام، من أين لك هذا؟ كل الأموال وكل الفلوس دي كلها، كان أنت ولا محى ياسر ولا نشوى ولا زاهية، كل الناس دي كلها من أين لك هذا؟ كل الفلوس دي والدخل ده كله والحاجات اللي بتجيلكم دي كلها وكل الحاجات اللي انتوا بتشتروها مرة واحدة دي وبتبقى عقارات، منين؟ معلش يا ام جنى، هو انت معلش انت لسه مشتريه البيت؟ لسه ما فيش يعني، متهيألي ما كملتيش سنه من ساعه ما اشتريت البيت العماره يعني العماره دي بمبلغ خيالي اساسا برضو يعني، والشقه اللي قبل منها والعربيه والشقه، كل ده يا ام جنى انت جايباه منين؟ فلازم نقولك من اين لك هذا، وجايباه مني جايباه منين؟ كل ده في حاجه علامات استفهام عليه، فلازم نقول من اين لك هذا. فبجد يعني ارحمي نفسك وارحمينا، محدش قالك اطلعي واعرضي نفسك، والدنيا سلف ودنيا ام جنى، النهارده عندي بكره عندك. يعني كل الكلام ده كل ما بتطلعي وتعرضيها زياده عن اللازم، كل ما هيقولك تعالي وتبقي زيك زي ام مكة والتانية دي، ما انت كنت في تواصل بينك ما بينهم برضو في علامات استفهام، وكنت فعلا من ضمن المطلوبين من ضمن الصور بتاعتهم. يعني كنا كلنا وقتها طلعنا ودافعنا عليكم وقلنا لا ام جنى ست بتشتغل وبتتعب وانه قضي يومها كله على بسات ولايفات وكلام زي كده، لا بس ما يبقاش الخير للدرجات دي، ما يبقاش الدخل غير للدرجات دي يا شيخه. ده احنا بنقعد اهو الواحد مشاهداته 3000 4000 5000 6000، ويشوف الواحد اللي بيقعد بالخمس شهور والست شهور ما بيقبضش، وبالشهرين وبالتلاتة ما بيقبضش. مش انت كل يعني كل الملايين دي كلها مرة واحدة؟ اكيد هيبقى منين يا ام جنى يعني؟ لله الامر من قبل ومن بعد. تعالوا حبايبي نروحوا ونشوفوا مين بقى، نشوفوا الحج الله العظيم، شبيه الرجال. يعني حمدي ده كده شبيه الرجال، يعني القيم والمبادئ والأخلاق لا تتجزأ. وقلتها لكم الناس دي خلعت يعني الحياة كله، طب الحياة كله خلاص خلعوه، ما بيجيش أي حاجة. أقولك إيه بقى؟ يقولك فيه يا جماعة انتوا كل حاجة تشوفوها قدامكم تصدقوها؟ ما في كتير قوي من الذكاء الاصطناعي، انتوا كل حاجة تشوفوها تصدقوها؟ طب ما فيديوهات كتيرة قوي بيبقى تتعمل بايه؟ بالذكاء الاصطناعي. طب بصي يا حمدي، الكلام ده لو هو طالع من اي قناة غير قناتك الرسمية هنقول والله ده صح، ده ذكاء اصطناعي. ولكن اللي احنا شفناه اخصى عليك يا شجرة لما خلعت الطرحة من على راس وفاء. الطرحة دي نوتي، قصدي عفوا الشجرة دي نوتي، علشان هي اللي خلعت الطرحة وخلتها بيجت بعد كده بيجت ذكاء اصطناعي. انت بتضحك على مين يا حمدي؟ انت بتضحك على مين؟ معلش يعني انت لما مراتك خلعت الطرحة وطلعت بشعرها وطلعت لنا اخر موديل، لابسة موديل السهرة، وبعد كده طلعت تبجح في المتابعين وتقول اللي بيديني حاجة، انت مالك؟ انت جاية تحاسبيني؟ انت اللي بيديني حاجة يجي حاسبني عليها. كل المتابع اللي في قناتك ده هو اللي خلاكي بني ادمة وخلاكي ليكي قيمة، هو اللي خلاكي بني ادمة وليكي قيمة، هو اللي خلاكي تلبسي وتخلعي وتسافري بره وتروحي كل الاماكن. كنت قاعده وجوزك كان شغال على توك توك وشغال ميكانيك، وكنت قاعده في شقه لا مؤاخذه يعني تأدي الحق، فهو اللي خلاكي، هو اللي عملك. وتقولك لما احنا ما بنتكلمش مع حد
ولا بنتكلمش على حد، والناس كلها مركزة معانا وتعبينها قوي. انا كده حرقة الناس كلها. حرقة مين؟ ولا انت حرقة نفسك والله يا بنتي، انت حرقة نفسك، انت اللي بتعمليه ده يا وفاء، حرقة نفسك. لكن نتكلم على حمدي بقى، انك انت دورك لا يوجد ليك دور، لان الراجل اللي يخلي مراته تبقى بالشكل ده يبقى هو لا ينفع يبقى راجل. انت شباه الرجال، انت ايه؟ اشباه الرجال. طبعا لما لقيت المتابعين كلهم قاموا عليك، والمتابعين والقنوات وكله قال لك لا، ده اقول لهم بقى ده ذكاء اصطناعي. ده ذكاء اصطناعي ده لو القناة مش قناتك، لو الفيديو ده مش طالع من على قناتك الرسمية، كنا قلنا لا ده حد مركب لها وده ذكاء اصطناعي، ويا جماعة ما ينفعش يحصل الكلام ده كله. وكان لقيت كل الناس دي كلها طالعة تدافع عليك وعلى وفاء. لكن اللي احنا شايفينه ده انتوا بجحين قوي، واللي اختشوا ماتوا قسما بعزة جلال الله. والله اللي اختشوا ماتوا. ده انت ما حزنتش على ابوك انت ولا مراتك، فانت طالع تخلي مراتك الحجاب. اخصى عليك كراجل ما عندك نخوة، راجل ما عندك نخوة، ولا تعرف اي حاجة عن الرجولة. قولوا لي الحاجة وفاء بتقول لكم ايه؟ بتقول لكم انا اتدلع براحتي. هو انتوا بتصرفوا عليا؟ يا وفاء، انت ما تعرفيش ان المتابع هو اللي بيصرف عليكي؟ المتابع هو اللي نظفك، المتابع خلاكي مسكتي فلوس، المتابع خليكي سافرتي بره المانيا وامريكا وبتسافري الاماكن اللي انت عاوزاها. ما تعرفيش يا وفاء ان هم اللي نظفوكي وخلوكي بني ادمه وخلوكي ليكي لازمه؟ زي ما واحده كتبت لك في التعليق احنا اللي نظفناكي واحنا اللي مسكناكي فلوس واحنا اللي خلاكناكي عملتي كده، فعشان كده احنا اللي هنخليكوا ترجعي تاني لنقطه الصفر. فده حقيقه والله. بجد انتوا بجحين ناس بجحه. ومنزله الشيرتس النهارده بتقولي يعني سبحان الله، الواحد مجنن الناس قاعد في حاله لا بيهش ولا بينش بس مجنن الناس. امال بقى الواحد لو بيتكلم وبيقول اي حاجه كان هيبقى ايه؟ بتقولك بقى تخيل بقى لو انا هشيت ونشيت. انتوا اساسا لا بتهشوا ولا بتنشوا، انتوا بتبيعوا ناس، بتبيعوا شرفكم وكرامتكم، انتوا ناس بتبيعوا مبادئكم، انتوا ناس بتبيعوا حيائكم. انتوا خلاص خرجتوا خالص وخلعتوا يعني خلعتوا توب الخشة والاحترام. انتوا ناس ما عندكمش فعلا حقيقي مبدأ. بجد الواحد ما يحزن على اللي ما يشوفه فعلا. بجد انا نفسي افهم انت كدورك كراجل ليك لازمة ايه يا حمدي في اللي هو بيحصل دلوقتي؟ يقولك قال ايه؟ ده ذكاء اصطناعي، على اساس ان الناس دي هبلة وعبيطة مثلا يا حمدي يعني، ولا ايه؟ ذكاء اصطناعي ايه؟ ما مراتك نزلت لك فيديو 2 تاني شيرتس كمان، هو ده برضو كان ذكاء اصطناعي؟ هو الذكاء اصطناعي بس شغال على قناتك انت بس؟ مفيش حد تاني مثلا بيعمل ذكاء اصطناعي غيرك انت بس ومراتك؟ ما نفسي اسأل سؤال يا حمدي، انا ما شفتكش يعني لا حزنت على ابوك ولا طلعت حتى عزيت الناس، يعني الناس اللي عزتك مثلا قلت لهم البقاء لله. ما شفناكش اساسا يعني حتى طلعت قلت يا جماعة ادعوا لابويا ان ربنا يرحمه ويغفر له. لا، شايفين وفاء خلعت الحجاب، وشايفين الاغاني شغالة على الشرطسات بتاعتك، وشايفين والنبي لو واحد ليه جار، لا مؤاخذة ليه جار كان حزن عليا، كان قال والله ده انا احزن على جاره مش ابوه. هو في يا جدعان، هو فعلا قلة يعني صلة الرحم فعلا حاجات كده سهل بتتباع يعني الناس كلها اللي احنا شايفينه، الناس كلها حزينة على الراجل ده. القنوات اللي ملهاش دور ولا لهاش اي مكان حزينة على الراجل وكله زعلان عليه. القنوات بتطلع بتقول يا جماعة ادعوا للحاج جابر ان ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. القنوات. لكن انت طالع بدم بارد تعرض لنا شنطة بتاعت الستات، وبعد كده طلعت لنا في فيديو وخلعت لنا فيه الحجاب لوفاء، وبعد كده طلعنا بستورياتك تقول اصلك ده ذكاء اصطناعي مش حقيقي. معلش هو فين الحقيقي؟ بس عشان احنا بقينا خلاص كده مش فاهمين. بجد حسبي الله ونعم الوكيل. قولوا لي ايه رأيكم حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.